بص، بصراحة الدنيا بقت صعبة جدا ومحدش بقى حاسس بينا. احنا مفرومين في عجلة الحياة، سواء من اسعار او شغل او جواز او ظلم او اهل او انا عاوز انهي الحياة دي. انا تعبت وربنا هو الوحيد اللي حاسس بيا. وتخيل بعد كل ده، بدل ما حد يقف جنبي، يجي واحد بكل سهولة يقول لي انت هتكفر ولا ايه؟ تعرف انت عندك حق. احنا لازم نقف جنب بعض ونساعد بعض نفسيا ومعنويا، ونكون زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا بالظبط: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمفترض نعرف كويس ان الدنيا دي زي بنك الحظ بالظبط، وانت ممكن تنتحر عشان خسرت فيها. شكلك نسيت مكانك الحقيقي في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. فانت لازم تصبر عشان الجنة دي، ولازم تبقى عارف كويس: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومع جزء البلاء والمعاناة في الدنيا، بدل ما تصبر عليه وتحتسب كل ده لله وتفتكر ان هيجي يوم كلنا هنقف قدام ربنا وكل واحد هياخد حقه، فانت تقرر تنتحر فتتعذب تاني وعذاب على نطاق اوسع، تفتكر ده الحل؟ ولو انت فاكر ان الانتحار هيخلي الناس تتعاطف معاك او هيفيدك باي شكل، فاللي ما كانش شايفك وانت عايش مش هيشوفك وانت ميت. تعرف انا زيك والله، عمري ما علقت سعادتي وحياتي بالناس الا واتخذلت وجالي اكتئاب، وعمري ما علقت سعادتي بالله الا وكل مره كان بيطلعني مبسوط. ما انا نسيت اقول لك صح: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. مش قلت لك من شويه اصبر؟ صدقني الحياه دي زينه، مش مشكلة انك تتمنى الدنيا تبقى في ايدك مش في قلبك. والفرق الجوهري ده اللي بيخلي واحد يموت في سبيل الدنيا وواحد يموت في سبيل الله. الاول عظم المادة فمات في سبيلها، والتاني عظم الله فعاش ومات في سبيله. أقدم هذا على الموت حزنا والثاني فرحا. فأنت بتعظم مين؟ الدنيا ولا اللي خالقها؟